انا ميان وبعمل ايه؟ ما تيجي تشوف الفيديو وانت تعرف انا بعمل ايه. تعالى تعالى يلا هات ورقك وقلامك والوانك وانت تعرف انا بعمل ايه. دي كان الحلقة 10 من كورس الرسم للمبتدئين. عايز تشوفها هتلاقي اللينك بتاعها في البايو. يلا بينا نبتدي حلقتنا الجديدة مع الحلقة 11. النهاردة الدور جه على الشكل السداسي زي ما انتوا شايفين كده، انا برسمه علشان تبقى بداية الحلقة نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. وكمان انتوا اتعودتوا مني ان انا لما برسم اي شكل هندسي مش برسمه بس، لا انا برسمه كحاجة احنا بنشوفها حوالينا ونستخدمها علشان يبقى احنا رسمنا شكل هندسي وطبقناه في حاجة حوالينا احنا بنشوفها، وكمان نعرف نلون صح وازاي ندخل الالوان في بعض من غير ما نخاف، من غير ما نقول ده صح او غلط. وهتلاقوا اللوحة بتاعتكم في الاخر ادت غنى لوني. فيلا بينا نكمل رسمتنا للشكل السداسي. قررت ان انا اعمل منه ترابيزة واعملها بمفرش واحط عليها حاجات كتير انا بستخدمها. فيلا تابعوا الحلقة ان شاء الله تستفيدوا حاجة. اوعوا تنسوا تجيبوا اقلامكم والوانكم والاستيكة بتاعتكم والورق بتاعكم علشان نرسم مع بعض ونلون مع بعض. اوعوا تكسلوا، يلا يلا يلا. وكمان ما تنسوش تعملوا شير للحلقة عشان الحلقة توصل لأكبر عدد من الناس ويستفيدوا زيكم، وكمان يتابعوا الكورس بتاعنا هو الرسم للمبتدئين. فأسيبكم شوية وانتوا بترسموا، بعد كده أرجع كمان شوية واحنا بنحدد وبنلون مع بعض. انا هنا لما بمسح الخطوط بتاعه الترابيزه علشان انا رسمت عليها كأنه مفرش، فهو طبيعي ان الخطوط بتاعه الشكل السداسي مش هتبان. فعشان كده كنت بوريكم بالاستيكه ان احنا المفروض نمسح الخطوط دي متبقاش باينه. بعد كده بنيجي نرسم السجادة. قررت ان انا اعمل سجادة من تحت كده شكل المستطيل، واحنا اوريدي اتعلمنا ازاي نرسم شكل المستطيل، وهحط لكم برضو الحلقة بتاعته في البايو. بس ونكمل الرسم كده ارجع لكم واحنا بنحدد، عشان انتوا عارفين اكتر لحظات اللي بحبها هو التحديد ثم التلوين. التحديد بالنسبه لي ده من اكتر الحاجات اللي بستمتع بيها، لاني بحس بقى خلاص انا عديت مرحله الرسم، عديت كل المراحل الصعبه في الرسم وتظبيط كل حاجه في الرسمه. بعد كده ببتدي احدد، فبحس ان اللوحه هتطلع من الصوره من كتر ما التحديد باين اللوحه قوي، وحاسه ان لا هي مش محتاجه انها تتلون. فبقى مستمتعه قوي يا جماعه وانا بحدد. طبعا انتوا عارفين وانا كمان بلون.
وانا بقى بلون الورد بتاع الفازة. يا ترى مين بيحب الورد زيي؟ مين بيحب يجيب ورد عنده في البيت؟ طب انتوا بتحبوا تجيبوا ورد بلاستيك ولا بتحبوا تجيبوا ورد طبيعي كل فترة؟ ايه الالوان الورد انتوا بتحبوه؟ انا بحب الوان كتيرة قوي، بحب اللبني وبحب الاصفر وبحب الموفات الفاتحة. بحب قوي الوان الورد ده، وبحب احيانا الاحمر، بس الاكتر بحب اجيب الورد الاحمر للناس اللي انا بحبهم. فيا ترى مين زيي كده؟ اكتبولي في الكومنتات وشاركوني انتوا بتحبوا الورد ولا لا، وهل انتوا عجبتكم الحلقه ولا لا. قولولي نفسكم تتعلموا ايه تاني برضو، اكتبولي برضو في الكومنتات. هستنى كومنتاتكم عشان ارد على كل كومنت هيتكتب لي ان شاء الله. قررت ان انا لما اجي الون المفرش بتاع الترابيزه، قلت ادخل الوان كتيره قوي. ليه بقى؟ انا حاطه في الفازه لونها لبني، المفرش لونه اصفر، الورد الوانه كتيره، فقررت ان انا ادخل الوان كتيره قوي علشان يبقى في اللوحه غنى لوني زي ما اتكلمت معاكم قبل كده. فاول حاجه حطيت اول بيزك من الدرجه من درجه البينك اللي انتوا شايفين بلون بيها دلوقتي. بعد كده دخلت درجة من درجات الموفات زي ما انتوا شايفين كده، بنفسج فاتح شوية علشان ادي ضي، وفي نفس الوقت العب فكرة الغامق والفاتح، ان انا هحدد جزء فيه غامق والجزء التاني هخليه فاتح شوية زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده دخلت درجة الاصفر كضي للاضاءة وانعكاس مثلا لون المفرش الصغير اللي انا حطاه، وانعكاس لكل الدرجات. هنا بقى الكسرات بتاعة المفرش حطيت فيها درجة من درجات برضو الموفات زي ما انتوا شايفين كده انا بلونها. قررت ان انا اعمل رجل الترابيزة باللون البني زي ما انتوا شايفين كده. انا ممكن كنت ادخل فيها درجات تانية وادخل الوان تانية، بس قلت ايه، اخلي البني هو اللون المحايد زي اللون الاسود كده، بيهدي الالوان وفي نفس الوقت بيحدد وبيبين اكتر الرسمة بتاعتي. هنا السجادة بقى قررت ان انا هلونها بالدرجات اللي موجودة على الترابيزة، بمعنى هدخل درجات الموفات في البينك في الاصفر في اللبني كمان. قررت ان انا اخد درجة اللبني من الفازة والون بيها السجادة بتاعتي. انا عايزاكم، بتمنى انكم ترسموا الترابيزه بالالوان اللي انتوا بتحبوها وتبعتها لي على صفحه الفيسبوك. هتلاقوني حاطه دلوقتي صوره صفحه الفيسبوك بتاعتي، ويا ريت تبعتوا لي الرسمات بتاعتكم. واي حد ليه كومنت على اي حاجه هستنى كومنته في الفيديو ان شاء الله.
فكركم زي كل مرة في اخر الحلقة متنسوش تعملوا شير لاكبر عدد من الناس علشان تشوف الحلقة وتستفيد من الكورس بتاعنا، وتنسوش تعملوا لايك، وهستنى كومنتاتكم في الحلقة. ويا رب تكونوا استفدتوا حاجة من الحلقة النهاردة وتعلمتوا حاجة جديدة من كورس الرسم للمبتدئين، واشوفكم في الحلقة ال 12 بإذن الله، وباي باي.